لازم نعالج اصل الميه من فوق. طبعا الحديد ده بيصدي لما بيجي عليه ميه لان بينتفخ، لما بينتفخ قطره بيزيد فبيطلع الخرسانه من عليه. طبعا عشان تبقى قويه ومتينه معايا برضو برجع احط على الميه بتاعه الخرسانه ديت اللفشه دي، بحط عليها ايدي بوند برضو 65. اضيق مساحه ممكن تشوفها. بنعمل من المساحات الضيقه تحف فنيه. عملنا حيطه وقسمنا، وكانت دي بلكونه دخلناها معانا. حاولنا نكبر غرفه الماستر على قدر الامكان بحيث ان هي ممكن نحط هنا التسريحه. ده كله كان في البلكونه. كانت الغرفه عباره عن 2 متر. سبب المشكله دي اول حاجه السقف اللي فوق فيه ترشيح في الميه، سواء في الصرف او سواء في مواسير البولي. فاحنا اول حاجه لازم نعالج اصل الميه من فوق. لازم نعالج اصل الميه من فوق علشان خاطر اللي هنعمله بعد كده في العلاجات للسقف ده هنشرحها بالتفصيل دلوقتي، وان شاء الله هنخليكم تشوفوها معانا خطوه بخطوه واحنا بنعالج السقف ده. الفيديو ده مهم جدا لو انت عندك شقه بتشطبها، لو انت عندك خرسانه بايظه، لو انت بتتعرض للمشاكل دي كتير، احتفظ بالفيديو ده واعرف النصايح دي واعرف طرق العلاج دي عشان مهمه جدا جدا جدا. طيب لو انت كده هنسلم مثلا مثال حمام، فوق هنا الحمام بتاع الجار اللي فوق، فطبعا بسبب الترشيح هو ادى الى ايه؟ الى اللي انت شايفه في السقف ده. طيب احنا دلوقتي زي ما قلنا اول خطوه هنعملها في العلاج ان احنا اول حاجه هنعالج العزل من فوق. لازم نعزل من عند في الشقه اللي فوقنا، نعزل كويس عشان خاطر الميه ما تجيش تاني على السقف، لان احنا لو عالجنا الخرسانه وعالجنا الحديد وعالجنا كل الكلام ده احنا كده ما عملناش حاجه. لو احنا ما عالجناش السقف من فوق يبقى احنا ما عالجناش اي حاجه. طيب ايه خطوات العلاج؟ اول حاجه هنعملها خالص في الحديد ان احنا هنبدا نصنفر الحديد. طبعا بنصنفر الحديد بفرشه صنفره. فرشه الصنفره دي رخيصه جدا، طبعا مش عايزين نتطرق للمواضيع الكبيره ان احنا نجيب مثلا رماله وبتلاقي وحاجات مبالغ فيها، ولكن الموضوع هنا شقه بسيطه، فالموضوع حاجه بسيطه هنصنفر الحديد. طيب انا دلوقتي مش مهندس بصنفر الحديد، وانا بصنفر الحديد دوت ساب معايا لقيته بيسيب بيقع، يبقى انت كده عندك الحديد ده منهار تماما ويجب ان احنا ايه؟ نزرع حديد. طيب لو الحديد مش بينهار والصنفره بس بتروق على الحديد تسليح، بشيل الطبقه بتاعت الصدى. طبعا الحديد ده بيصدي لما بيجي عليه ميه لان بينتفخ، لما بينتفخ قطره بيزيد فبيطلع الخرسانه من عليه. طيب يبقى احنا قلنا اول خطوه ان احنا هنعمل ايه؟ هنصنفر الحديد كويس. طيب صنفرنا الحديد تمام، بنيجي بعد كده بنعزل الحديد نفسه. الحديد نفسه طبعا لو رحنا اي شركه خاصه بالعزل زي كيماويات البناء الحديث او اي شركه غيرها مش شرط هي، في ماده بتتباع اسمها مثلا لو رحنا مثلا لكيماويات البناء الحديث في ماده اسمها كيمو بوكسي 131. الماده دي كويسه جدا، عن تجربه بنعالج بيها الصدى. بنجيبها بفرشه. طبعا الماده دي عباره عن A و B بيتخلطوا على بعض، لازم يتخلطوا كلهم على بعض، ما ينفعش اخد كميه وكميه، بخلط الاثنين على بعض وبعد كده بفرشه وبمشي على حديد التسليح. طيب طبعا بعد ما صنفره يبقى انا كده عزلت الحديد تمام. طيب اجي بعد كده زي ما قلنا من الاول لو الحديد بيسيب معايا بشيله وبزرع حديد. طيب بعمل بعد ما انا اعزل الحديد نفسه باجي بعد كده بعمل لفشه خرسانه عشان اعوض الخرسانه اللي وقعت. طب انا عشان اعمل لفشه خرسانه جديده مش هتلزق في الخرسانه القديمه، فعلشان كده لازم الخرسانه القديمه الاول هجيب ماده اسمها ايدي بوند 65. اول حاجه الماده دي هفرش بيها او هاخدها وش واتنين على الخرسانه عشان تبقى طبقه بين اللبشتين اللي انا هعملها. بعد ما بعملها بصبر عليها 24 ساعه. بعد كده بجيب اللبشه عباره عن ايه؟ عباره عن رمل واسمنت وسن زيل. السن الزيل طبعا اقل حاجه خالص تمام. وبعد كده بعملهم خلطه كويسه وبلبش بيها الخرسانه. طبعا عشان تبقى قويه ومتينه معايا برضو برجع احط على الميه بتاعت الخرسانه ديت اللفشه دي بحط عليها ايدي بوند برضه 65. نسبه الايدي بوند على الميه بتكون 1:3. يعني لو احط جيركن ميه على الخرسانه بحط لو احط 3 جيركن ميه بحط جيركن ايدي بوند. بعمل اللفشه بتاعتي تمام، بصبر عليها 2-3. بعد كده برجع اعمل محاره للسقف. طيب المحاره بتاعت السقف ديت برضه عباره عن ايه؟ عباره عن رمل واسمنت وميه. برضه برجع احط على ايدي بوند 65 بنسبه 1:3 زي ما وضحنا على المحاره نفسها وانا بمحر عشان تبقى ايه؟ قويه معايا. دي كلها مراحل علاج ايه؟ الحديد التسليح المشرف او السقف البايظ زي ما انتم شايفين كده، فلازم ننتبه ليها. طبعا احنا هنعملها خطوه بخطوه وكل مرحله هنعملها ونصورها لكم ان شاء الله تمام. بس لازم تاخد بالك من اول حاجه خالص، وانت بتصنفر الحديد زي ما وضحنا، سواء بقى هتصنفره برماله، هتصنفره بفرشه، هتصنفره بصاروخ، وانت بتصنفر الحديد لو الحديد وقع معاك يبقى كده الحديد ده منهار تماما ولازم تزرع حديد. الحديد كويس وانت صنفرته وبينت الحديد لازم تبدا تعالج بالخطوات اللي احنا قلناها بالتفصيل. ان شاء الله نعملها في كذا فيديو وهنوضحها لكم ان شاء الله تعالى. اضيق مساحه ممكن تشوفها.
بنعمل من المساحات الضيقه تحف فنيه. انا عاوز انبه عن كم ملحوظه هنا في الشقه دي. احنا عملنا فيديوهات كتير فيها ايام ما كنا بنعالج السقف ده كان مندمر خالص، لما كنا بنصب الحديد من جديد وزرعنا حديد فيه. استلمناها طبعا كانت عباره عن حمامين داخلين في بعض، فبدانا نعيد تقسيمها من جديد خالص. بالراحه معايا كده. عملنا هنا المطبخ بتاعنا ببار صغير كده، تمام. وعملنا الحمام هنا في الجزء ده اللي هو برضو في المكان الضيق ده. عملنا الحمام بيمر على الريسبشن من هنا، تمام. وبعد كده دخلنا الطرقه جوه، عملنا ال3 غرف بتوعنا. انا عاوز بس انبه عن حاجه في الكهرباء. مفتاح الحمايه دوت اي شقه صغيره كبيره ما تستهترش بيه، مهم جدا وبيساعد في حاجات كتير جدا وبيحمي حاجات كتير جدا، تمام. هنبص هنا طبعا في السقف، عملنا هنا في التراك هنا دوت بتاع المطبخ، وعملنا سبوتات في المطبخ، وعملنا هنا في الطرقه دي عملنا سبوتات وعملنا ليد بروفايل، تمام. بننتقل بعد كده الحمام. عملنا في الحمام سبوتات، تمام. الجزء اللي عندي المهم هنا في الطرقه دي عملنا خط ليد كده بسيط وحاجه شيك كده، وعملنا سبوتين. نخش الغرفه الاخيره دي. لو انتوا فاكرين لما كنا بنتكلم عن الشقه دي كانت الغرف كلها داخله في بعضها، عملنا حيطه وقسمنا، وكانت دي بلكونه دخلناها معانا. حاولنا نكبر غرفه الماستر على قدر الامكان بحيث ان هي ممكن نحط هنا التسريحه، نحط هنا الدولاب وهنا السرير، لان المسافه ضيقه خالص، تمام. عملنا هنا برضو حساب الشاشه لو عاوز شاشه في غرفه النوم، وعملنا هنا خدمات للتسريحه برضو. طبعا احنا مؤسسين في اليوم التكييف في غرفه الماستر عشان طبعا التكييف مكانه بعيد عن الواجهه. وفي السقف عملنا خطين ليد بروفايل، وعملنا سبوتات في الوسط. برضو في الغرفه الثانيه في غرفه الاطفال عملنا هنا برضو البلكونه. لو انتوا فاكرين الفيديوهات القديمه خدنا البلكونه دخلناها معانا، ده كله كان في البلكونه. كانت الغرفه عباره عن 2 متر، لما دخلنا البلكونه فرقت معانا كتير، وحاولنا نعمل شباك محترم يخدم على السرين الموجودين معايا هنا. وعملنا هنا في السقف مربع وفي قلبه سبوتات، وهنا طبعا معانا هنا كل خدمات الشاشه موجوده هنا في الجزء ده. ليه؟ برضه عملنا شاشه في غرفه الاطفال. احنا عندنا الريسبشن، عندنا ليفنج، وعندنا غرفه اطفال، وعندنا غرفه ماستر، ومؤسسين شاشه في ال3. يعني لو جيت تبص معايا كده على الليفنج، عاملين في الليفنج هنا برضه تاسيس للشاشه بتاعتي، وعملنا حرف ال بسيط كده سيمبل، وفي قلبه سبوتات في السقف زي ما انت شايف كده. في السقف عملنا سبوتين وحرف ال يخدم على الركنه. طبعا عملنا براز هنا على العالي عشان تخدم معايا على الركنه، وعملنا اللمبه اللي هي في البلكونه عملناها حاجه برضو في البانل ده. البانل اللي كنا مركبينه، البانل ده متركب بالكامل في ماشي في الغرفتين التانيين، لان كانت دي كلها بلكونه، فاحنا اضطرينا نغطيها بالبانل وجبناه بميل طبعا، وعملنا حساب الصرف من فوق عشان لو في مطره ولا في اي حاجه ما تنزلش في الشقه. وقدرنا بالفكره دي قدرنا ان احنا نعمل في المساحه اللي هي حوالي 60 متر عملنا 3 غرف وبلكونه، وعملنا ريسبشن، وعملنا حمام ومطبخ في مساحه 60 متر. وطبعا في حاجات مهمه هنعملها في الديكوريشن ان شاء الله، نبقى نصور بها فيديو تاني. هنحاول نكبر المساحه دي بالديكوريشن اللي هنعمله في الحوائط كلها، لان الديكوريشن له مميزات كتيره جدا، وهو بيكبر معاك المكان وبيضيق معاك المكان، فلازم نستغله صح. فان شاء الله باذن الله انتظرونا في فيديو كمان لما نخلص النقاشه، هنعمل شويه ديكوريشن ونعمل لهم فيديو، وان شاء الله يعجبكم ان شاء الله.